السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أرحب بالسادة المتابعين وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير يا رب. أعاد الله علينا بالخير واليمن والبركات. طبعا يا جماعة أنا جايبة لكم النهاردة بصوا فكرة جنان، فكرة خيال. تمام، جايبه لكم فكرة تعملي منها مشروع، تعملي منها حاجة لبيتك، جايبه عامله لك طريقة لو عندك عزومة زي كده وعايزة تاخدي حاجة في ايدك وانت رايحة، تعملي بطريقة جميلة وطريقة سهلة، طريقة الكنافة. تمام، طبعا نزلت لكم قبل كده بالكريمة، النهارده اعملها معاكم سادة. تمام، جبت طبعا كيلو كنافة زي ما انتم شايفين في الكيس كده، كانت قطع مسكتها فركتها زي ما انتم شايفين كده في الصينية، خليتها قطع صغيرة، تفركها على قد ما تقدري، فرك جامد. تمام تمام. بعد كده بقى هجيب لها فول، طبعا هقشره، وبعد كده هبدأ ان انا اجرشه. يا تجرشي في الكبه يا تجرشي في الهون، انا عموما بعمله في الهون، بدقه كده دقيقتين، عايزاه يعني نص جرش كده. وجبت معايا جوز الهند وجبت معايا زبيب. تمام تمام. اهو بعد ما جرشته انا عايزاه نص كده، مش عايزاه ان هو متكسر قوي، عايزاه يبقى بيقرقش معايا. وطبعا معايا سمنه موزاريلا. طبعا عشان اقول لك الكميه قد ايه اللي انت تستخدمها لكل كنافه، ما هقول لك، ما هقدرش احددها لك، لان انت حسب الكنافه اللي معاكي. المهم ان هي تحاولي ان هي كلها تشرب معاكي من السمن. تمام، كل ما هتشرب معاكي من السمن كل ما تطلع معاكي احلى واحلى واحلى. تمام. طريقتها جميله وطريقتها سهله، مفيش فيها حاجه صعبه. هنا جبت صينيه ودهنت فيها شويه سمنه في الصينيه، وبدات ان انا اجيب الفول المجروش وارشه في ارضيه الصينيه، عشان طبعا عايزه حبه تقلبيها، حبه تسيبها على وشها زي ما هي، يبقى الجنبين واخدين حقهم صح. حطيت هنا بقى شويه معلقه فانيليا، حطيت شويه سكر. طب السكر لازمته ايه يا عزه؟ السكر حلاوته ان هو بيخليلك اللون يحمر اكتر. تمام. انا كنت واقفه جنبها كمان، انا بحب احمرها كمان اكتر مما انا مطلعاها، بس بقيت في يعني بعمل شغلانه حاجه تانية، بقيت خايفه ان هي تتحرق او وشها يتلهف مني او حاجه. تمام. اهم حاجه تبداي ان انت تحطي قاع كده وتبداي تكبسي جامد، كبسي، يعني حاولي ان هي تخليها حته واحده، ما تبقاش مفروطه او مفروله او فكه منك، لا اكبسي جامد. تمام تمام. طبعا هنعمل القاع بتاع الصينيه كله بالطريقه دي. بعد كده هنبدا نجيب المكسرات ونبدا نرشها بقى. جبت الفول، بدرت على الفول، طبعا ما تسيبيش مكان ما تحطش فيه، كل ما بتيجي تاكلها كده وتلاقي الفول بيقرش في بوك كده بيبقى طعمه حلو اكتر. بدات اجيب جوز الهند برده والزبيب. طريقتها سهله وبسيطه، مفيش فيها اي حاجه صعبه اهو. والله بحاول ان انا اقدم لكم حاجات سهله وحاجات صعبه، يعني الحبايب اللي لسه اول مره يدخلوا المطبخ. وكلنا بنتعلم من بعض يا جماعه، انا بتعلم وانتوا بتتعلموا، وكلكم يعني ما شاء الله عليكم يكون احسن مني كمان. بس والله العظيم صدقيني، انت لو عامله المشروع ده في البيت، شهر رمضان بالذات اللي احنا فيه ده، وجنبك ناس حبايبك مثلا ما بيعملوش او بيكسلوا بيشتروها جاهزه، انت لما تستغليش النقطه دي وتعمليها انت بايديك وتحاولي ان انت تبيعيها، جميله بصراحه. وحاولي ان انت يعني مكسبها حلو اول حاجه. وتاني حاجه ان عمايل بيتي عمايل نظيفه، الناس كلها بتحب الحاجه البيتي، حتى لو هي تربيه الطيور نفسها بيقولك لا تربيه بيتي لا يعلى عليها. تمام. هنا طبعا اهم نقطه بقى، هنا حطيت الدور التاني زي ما انتوا شفتوا، وبدات ان انا احط على وشها فول. طب انتوا بتجيبوا ميه وبتحطوها على وش الكنافه ليه؟ اقول لك انا، عارفه صينيه الحلويات اللي انت بتجيبها من الحلواني، مش بتحسي ان وشها كله جاي معاكي مفيش حته اعلى من حته، ولا حاجه منكوشه معنى اصح، ولا حاجه بارزه؟ هو ده طريقه الحلواني، بيبل ايده ميه، ويبدا ان هو يبط الصينيه دي ما يدور، ما يسيبش فيها حاجه طالعه، شايفين؟ تحاولي تبلي زي الكنافه فيها نفسها، تحسي ان هي عامله خيوط كده، الخيوط دي بتحاولي ان انت تكبسيها كلها، ما تخليش فيها حاجه طالعه، انت مش بتبلها ميه، ده انت بتعرقي ايدك ميه بس، بحيث ان انت لما تيجي تبططيها كده ما تطلعش في ايدك، فاهمه ازاي؟ تبقى كلها مسويه حته واحده. طبعا احنا هنا خلصناها، بقت معانا كده ما شاء الله. جهزت لها الشربات بتاعها عباره عن كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه، لكل كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه. هنا دخلتها الفرن. اللي معاكي ده يا عزه؟ اللي معايا دي لبن. طب هتعملي ايه باللبن؟ انت خلصت الكنافه، هقول لك انا هعمل صينيه جلاش. هتعملي جلاش باللبن؟ هعمل جلاش بالمهلبيه.
طبعا انتوا كلكم عارفين طريقه المهلبيه، ما رضيتش ان انا اجيبها معاكم، انا جبت معاكم بس الطريقه اللي هي ايه، ان انا بحط اللبن بس. انتوا عارفين طبعا اللبن عباره عن المهلبيه، عباره عن لبن ونشا وسكر وفانيليا، هو ده المهلبيه. طبعا هنا جبت برضو جلاش صابح لسه جاي سخن. طبعا انتوا عارفين بقى في رمضان والكل بقى ما شاء الله شغالين في الكنافه والقطايف والجلاش والحاجات دي. ربنا يعين كل واحد على حاله يا رب، اللهم امين، ويعيننا جميعا على الحياه اللي احنا فيها. طبعا هنا انا بدات جبت 4 ورقات. تمام. حطيتها على البلانشه. تمام. طبعا هنا احنا قطعناها زي ما انتوا شايفين كده. فردتها على البلانشه وبدأت انا نقطعها يعني مربعات. تمام. يعني جبتها 2 بالطول و2 بالعرض. تمام. والله طريقتها جميلة جدا جدا، وتنفع معاكي في مشروع، تنفع معاكي في عزومات، لو عاملة عزومة وعايزة تقدمي حاجة لضيوفك، لو رايحة عند ناس حبايبك وناس عزيز عليك وعايزة تاخدي في ايديكي حاجة وانت رايحة عندهم، صدقني بتبقى حلوة وحاجة اقتصادية وحلوة، وفي نفس الوقت والله جميلة جدا جدا. يعني انا عملتها والله العظيم والجماعة كانوا جايبين برضو حلويات وكده، والله العظيم كله شكر الطريقة بتاعت عنها. طبعا هنا المهلبية او النشا او الكريمة على حسب ما بتسموها، عملتها وربطت معايا. طبعا دي الصاجة اللي انا هعمل فيها الجلاش. فرجوا بس على التريكات والحركات بس، وقولوا ايه رأيكم في الاخر. بس امان عليكم لو وصلتوا لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك والشير وتفعلوا الجرس، كومنت حلو منكم كده ارضاء لوجه الله وارضاء لي انا. تمام. دهنت هنا سمنة طبعا في قاع الصينية، عشان انا طبعا هرص فيها الجلاش. في ناس بتحب تعمله كده وبعد كده تسقي سمنة، بس انا بحس ان هو بيبقى مليان سمنة كتير قوي، بس انا بحب اعمله بالطريقة دي. يعني بعمل ورقتين فيه وبقوم دهناه من بره. هو ما شاء الله السمنة كتير في ارضية الصينية فكله بيتملع. صدقني بالطريقة دي احسن من انك تسقيه كله سمنة. تمام. يعني مثلا احنا ممكن نعمله بالطريقة دي، نحشيه ونقفله زي ما هو كده ونحطه في الصينية، بس لا ما وبعد كده نسقي سمنة، بس انا مش بحب اعملها كده. طبعا اتحطيت على السمنة، انا حطيت نص معلقة بيكنج باودر. طب بتحط نص معلقة البيكنج باودر دي ليه؟ عايزة هقولك ليه. على اساس ان البيكنج باودر اما بتحط في الجلاش بيخلي كل طبقة سايبة التانية، متحسش ان هو مبلط كده او عامل على بعضه، لا تلاقي كل رقة سايبة التانية، تلاقي هاشش كده ومعاكي بيقل. تمام. ايه رايك في الطريقة؟ حشيتها مهلبية وحطيت عليها مكسرات وعملت زي ما انتوا شايفين كده اهو. ايه رأيك؟ والله العظيم طريقة جميلة جميلة وطريقة سهلة مفيش فيها اي حاجة صعبة. طبعا انا عايزة اوريكم اولادي معايا بقى وعمالين يساعدوني. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حلوة ولا مش حلوة؟ صدقيني مشروع حلو اوي اوي. لو انت مثلا غاوية الحلويات، غاوية تعملي وجنبك ناس حبايبك بيكسلوا يعملوا، عايزة تعملها مشروع تمام، عايزة تعملها حاجة سريعة وجايلك ضيوف، احلى حلوة ممكن تقدميها. عندك برضو لو انت رايحة لحد عزومة وعايزة تاخدي حاجة في ايديك ومش عايزة تروحي بايديك فاضية، صدقيني هي سهلة واقتصادية وجميلة جدا. طبعا هنا الكنافة طلعت اهو. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ والله يا جماعة الكاميرا ظلماها ظلماها ظلماها. ايه رأيكم بقى في الجمال بتاعها ده؟ شايفينها؟ والله العظيم حاجة فاخر من نوع الاخر. تسلم ايدي. قولي تسلم ايدك يا ولاد، اللي يشوفها حلوة يقولي تسلم ايدك وتقولي ايه رأيكم. هوريكم بقى الشكل النهائي ويا رب تقولوا لي اهو. ايه رأيك بقى؟ والله بجد تحفة تحفة تحفة. انا بحب اقلبها من الصينية بس طبعا عشان واخداها معايا معرفش ان انا اقلبها، سبتها زي ما هي وما رحنا هناك قلبناها من الصينية. بس كله شكر الله والله العظيم بالطعم والحلويات بتاعتها. شايفين بقى؟ شايفين الجمال ده؟ عايزة تحمرها شوية عن كده تمام، عايزة تسيبها يعني فاتحة عن كده براحتك. التحمير ده حاجة بإيديكي، بس أنا حسيت إن هي كده اللون الأحلى واللون النهائي، قلت لا مش هسيبها أكتر من كده. بس خلي بالكوا الإضاءة اللي عمالة تغمق أو تفتح، بس هو ده اللون الأساسي بتاعها اللي هو الكهرماني ده. تمام. يعني هي مش فيها حاجة بيضة، بس الإضاءة هي اللي عمالة تجيب لو ركزتوا حلو في اللون هتحسوا إن هو أهو. طبعا هنا أنا كيستها لفيتها ببكر ستريتش. تمام. ايه رأيكم؟ والله تشوفوها تقولوا ده جاية جاهزة من بره، نفس الحلويات اللي بتتباع جاهزة بالظبط عندنا هنا.
واللي في مصر هنا يعرفوا ان انا بتكلم صح عنها. دي طبعا صينية الكنافة السادة، عملتها معاكم قبل كده بالمهلبية او بالقشطة، النهاردة عملتها لكم سادة. يا رب تكون الطريقة بتاعتي سهلة وبسيطة ونالت اعجابكم، واتمنى ان انتوا تدعموني باللايك والشير وتقفوا معايا في القناة بتاعتي فضلا وليس امرا. وياريت المشاهدة تكون كاملة للاخر يا جماعة. انتوا المشاهدات عندنا ضعيفة، وكل اللي بيحط التعليق يحط البصمة معاه فضلا وليس امرا. هي البصمة ببلاش مش بفلوس يا جماعة، بس صدقوني بترفع من. اشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، واقول لكم مع السلامة، الى اللقاء.